يعني لا بيدي لمعه وبيبقى طري قوي وشكله صحي على عكس البشره المجهده. اصلا ميك اب يعني ديلي كتير ده مش بيهلك بيبقى اصلا لطيف السكين. مظبوط جدا. ده حقيقي. طيب انا عاوزه دلوقتي اقول، يعني اكيد سمعتي جمله مميزه من عروسه كانت في يومك، قالت لك جمله كده حسيتك ان انا لا ده انا عايزه اعمل للعرايس كتير، ده انا مبسوطه بشغلي قوي. ايه الجمله المميزه اللي انت سمعتيها قبل كده؟ كتير. هو عموما الفيرست لوك اللي هي اول ما خلاص البرايد بتخلص ميك اب تبدا تجيب المرايه تتفرج، الفيرست لوك كل واحده بتطلع حاجه ناتشرال بتعلم معايا قوي. بس اكتر حاجه بحبها انه يبقى تقولي انه قد ايه انا كنت زي ما انا عايزه بالظبط. دي اكتر حاجه بتبسطني، انها في اكتر يوم مهم بالنسبه لها طلعت باللوك اللي كان في بالها، وانا كده تمام مش عايزه حاجه تاني من الدنيا خلاص. لا يعني ده اصلا محفز ان انا جدا تبقى انت جدا خرجتيني بحاجه انا مرتاحه ليها نفسيا خلاص بالذات يعني. في اليوم ده يعني. طيب عايزاكي دلوقتي تقولي لي نصيحه للبنات كيوم عادي في يومهم العادي. اوكي. انا بخرج مثلا يوم العادي، مثلا واحده بتروح الشغل كده، هل يفضل ميك اب ولا لا؟ هو انا من رايي لا، ان يعني السكين كير اكتر هيغنينا قوي عن الميك اب ماشي، ولكن لو عايز احط ميك اب ما فيش مشكله، بس ما يبقاش ميك اب يعني تقيل، انه برضو الميك اب اكيد ليه سايد افكت وحشه على السكين بتاعتنا، فاحنا محتاجين نقلل منه. بس مثلا محتاجين كونسيلر، نحط ماسكارا، كحل، لابستيك، الحاجات البسيطه اللي هتطلع شكلك حلو وفي نفس الوقت ما فيش افوره في الميك اب، فاهمه؟ وما يأذيش بشرتي. وافضل انها تبقى اوريجينال، لان الميك اب الاوريجينال ده حاجه يعني مختلفه قوي جدا عن الميك اب اللي هو كوبي، او مش بيبقى عارفه مصدره منين، مش بيبقى واخد تصريح وزاره صحه اصلا، فموضوعه كبير قوي، فلا بيفرق قوي كمان. بتفضلي الحاجات الكريمي ولا الحاجات البودر؟ هو الجو في الصيف الكريمي صعبه معايا، فانت محتاجه باودرز في الجو ده، خصوصا الاماكن السخنه قوي يعني. انا بشوف ان الكريمي ممكن يضر اكتر لو حاجه مش كويسه. هو الفكره انه بيتشرب دايركت للسكين، فخلاص هو راح يعني ميك اب ريموفر وكله خلاص هو اوريدي دخل جوه السكين، فهو شويه